السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف دايرين؟ نتمنىكم تكونوا في احسن احوال يا ربي. كنشكركم بزاف الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، شكرا بزاف. بلا شك تتقولوا ان قصه جاتنا هاد المره رجاء. اجو خوتي تسمعوا القصه هاد القصه اللي خيرات بزاف الناس. قبل من نبدا نبغي الاشتراك لايك ومرحبا بكم، ودائما اشتراك. نبدا على بركه الله. القصه ديالنا هي قصه اللي راح الضحيه ديالتها هي شابه اللي طرات في شرق الجزائر بوسكرة في سنه 2018. واحد النهار كانوا لقاو واحد الجثه ديال واحد الشابه مليوحه ميكا، وهاد الشابه هذه اللي سميتها عبير الصالحي. عبير الصالحي الاسم ديالها الحقيقي حفيظه الصالحي، سن 23 سنه، طالبه جامعيه، السنه الثالثه تخصص اللغه الفرنسيه. واحد نهار سنه 2018 26 في شهر جوج كان طرات واحد المشكله اللي الجزائر اللي كل شيء ولا يهضر عليها. المهم بداو القصه فين مشات عابر هذاك النهار، نهار 26 في شهر جوج، مشات للجامعه كيف ما دائما كتمشي تقرا وترجع لدارهم. عابر بنت محافظه، بنت اللي انسانه متلازمه تصلي، اللي دائما انسانه اللي كتشوف غير قرايتها، كتشوف القدام، باغا توصل، باغا تشوف حياتها، انسانه طموحه ومعروف عليها انها بنت اللي مربيه وخلوقه وميات واحد يتمناها. هذاك النهار عابر مشات وما رجعاتش. العائله كيشوفوها دائما كتدخل للدار الجامعه. كيفاش عابر ما دخلش في الوقت؟ تسناوها ساعه، ساعتين، 3 سوايع، الا هنا غادي نمشيو نسولو الجامعه. مشاو الجامعه، دخلوا لقاو مهم اساتذه، سولوهم، قالوا لهم عابر جات قرات في داك الصباح، ولكن رجعات خرجات بحالها. وفين مشات؟ هنا كتبقى بزاف التساؤلات، بزاف الناس كتقلب، والعائله ومشاو البوليس وقالوا لهم بنتنا راه توضرات، ما عرفنا فين هي. بقات هكا، بقى الملف مفتوح حتى تيوصلوا لغد ليه ان لقاو واحد الجثه ديال شابه في الزنقه المجموعه في ميكا. هنا غادي يشوفوا العائله غتوصل ان هذيك البنت اللي لقاو هي سميتها عابر، هي بنتهم حفيظه الصالحي. هنا غادي يقولوا كيفاش ماتت، كيفاش تقتلات. وهذاك النهار غادي تهضر واحد البنت الجاره ديالهم اللي كانت صديقه ديال عابر، اللي قالت لها ماما شوفي، راه هذاك النهار اللي مشات فيه عابر راه كانت تشير ليا من واحد العماره، وكانت المهم كانت تغوت وداخله. هنا الام ديالها قالت لها غادي تدخلي، غادي نمشيو عند البوليس وغادي تعطي كاع التصريحات اللي عطيتيني انا. دات الابنه ديالها وقالت لها البوليس. وهنا البوليس غادي يمشيو لهذيك العماره، غادي يقلبوا من دار لدار، غادي يلقاو واحد الدار اللي فيها منشار ونقطه ديال الدم. هنا غادي يلقاو في هذيك الدار ساكنه فيها ولادها 6، 3 الدراري و3 البنات. هنا غادي يديهم، غادي تحل المحضر كيفاش لقينا، وغادي يشوفوا هذاك الدم، غادي يديروا ليه غادي يديوه، غادي يفحصوا، غادي يدوه تقرير طبي باش يعرفوا منين هذاك الدم، واش ديال عابر ولا لا. هنا غادي يلقاو هذاك الدم ديال عابر، وهنا غادي تبدا الهضره. غيبقاو يديروا محضر مع واحد بالواحد، غادي يلقاو شكون هو، غيلقاو الشاب اللي قتل عابر، غيقول لهم انا اللي قتلت عابر. كيفاش قتلتي عابر؟ عابر كانت تعجبني، وكنت دائما كنتلاقى بها وكنقول لها راني بغيتك وهادي. عابر كانت دائما كترفضني وكتهينني، والاهانه اللي كتهينني خايبه. علاش؟ حيت انايا خدام في البني وكنحس بالحقره. كتقول لي انت ماشي ديالي، وانايا بنت مهم تكبرات عليا وبقيت حاقد عليها. وهذاك النهار فكرت باش نقتلها، ودرت خطي وتسنيتها حدا باب العماره وشديتها وخنقتها
وهي كتغوت على الام ديالها والاب ديالها، وبقيت حتى نضرب فيها بالموس حتى ماتت. ما لقيت ما ندير، دخلوا العائله ديالي لقاوني قتلتها وهي ميته وجثتها هامده. هنا الام ديالي والعائله وخوتي تخلعوا. اش درتي؟ اشنو؟ قلت لهم يا اما تعاونوني نتخلص من هاد الجثه ولا غادي نقتلكم حتى نتوما. هددت عائلتي وسديت عليهم الباب وحيدت تليفونات لعوتي. هنا العائله غادي شافوا ولدهم من نص الطريق، قرروا باش عاونوه وقطعوا الجثه وخلوه منها وبقاو يلوحوا من طرف طرف من بلاصه لبلاصه. هي هذيك. بقى المنشار كما كتشوفوا، الروح عزيزه عند الله، المنشار هو اللي جاب لهم الدليل. وهذه هي قصتنا. وكما كتشوفوا ها هما مشى جر راسو وجر عائلته وعلى حاجه بسيطه كتكبر، وها هو مشى بمؤبد. والجزائر جميع جمهور الجزائري هضروا على هذا الشيء اللي وقع. كل شيء ولا كاع مواقع التواصل كتهضر على عابر حافظي. وكما كتشوفوا تحكم عليه هو بمؤبد والعائله حتى هي. ولكن بزاف الناس كتغوت وكدارت محاضر، دارت بزاف الحوايج باش يتحكموا عليهم بالاعدام. وهذه هي قصتنا. كنتمنى قصتي تاخذوا منها عبره، وان شاء الله فيديو جديد. وبغيتكم ديروا لي دعموني، ودائما تشجيع، واللي عنده شي سؤال تعطيها لي في لي كومونتير. ومرحبا بكم والف مرحبا.